مرحبا يا شباب، من جديد رجعنا لكم بهذا الفيديو. راح نشرح كيف نوظف الأسانيبل كنوبز. هو كان بالأول للميكروفون، لكن فينا نلغي ونوظفه لشي تاني. يعني مثلا نجي على الجلوبال، وإذا فتحت هذه الشاشة معك الجلوبال كنترولز، أحيانا يعني فيك تضغط كمان من الهون كنترولز، هيك بيطلع. أتمنى يكون واضح. هون عندك واحد واثنين، يعني هون كمان عندك البالانسات واحد واثنين. الواحد على اليسار أول شي بعد ما تفتح اللوحة هيك، وانت بتختار. هلأ مثل ما قلت لكم كان على الميكروفون، وانت فيك تختار مثلا يكون للأوبر واحد أو اثنين، أو لللور، يعني أثناء تكون انت خروجك من الشاشة بكون اللور. فيك تختار، يعني تختار اللور وتستحكم فيه من هون، كيف بيكون عالي أو تخفض الصوت. نرجع التاني كمان نفس الشي، فيك تختار يعني أثناء التسجيل MP3، أو يكون على واجهة الكيبورد، يعني تعلي وتخفض الصوت. ما بتحتاجه لأنه بالأصل هدول هن فيك تتحكم فيهم. لكن أنت فيك تختار مثل ما قلنا لللور، للميكروفون، ولا إضافة. يعني أنت شو بتحب، FX كمان يعني فيك تختارن، بحيث أنك أنت ما تدخل على الضغط كتير، حسب ما أنت تحتاج لشغلك اللي بدك تشتغل على الكيبورد. أتمنى يكون هذا الشي كمان واضح، وأتمنى الاستفادة للجميع. شكرا.